السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ هبة. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله اكله بصدر ديال الدجاج، سهله بزاف وتتجي زوينه. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بسم الله نبداو. عندنا واحد صدر ديال الدجاج اللي مغسول ومقطع هكا طراف. عندنا واحد جوج فلفلات خضرين صغار مقطعين هكا صغار. عندنا واحد البصله كبيره مشلوضه، واحد مطيشه كبيره حتى هي مقطعه هكا صغيره. بالنسبه للتبزيره عندنا الملحه، البزار، الزعتر وشويه ديال السودانيه وجوج دروس ديال الثومه صغار. التبزيره على حسب الذوق ديال كل واحد. واحد معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك وشويه ديال الزيت اللي غادي نطيبوه به. دابا نمشيو نبداو نطيبو ان شاء الله. هنا درت الزيت شويه سخنات وغادي نخوي عليها داك الصدر ديال الدجاج. نخليه يتخمر شويه باش تشحر لينا الدجاج. غادي نزيد عليه داك البصله هاكا، نزيد عليها الفلفله ونحركها ونخليوها حتى هي تشحر شويه. فاش تشحرات البصله والفلفله شويه غنزيد داك المطيشه في الفوق على داك الثومه. حركها شويه نزيد التبزيره نخليها تشحرر واحد شويه بما تشحر لينا مطيشه ديال الفوق. نزيد عليها داك المطيشه دابا. غادي نغطيها ونخليها طيب على نهار مهيله واحد 10 دقائق هكاك. نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الطبق النهائي. وهذه الاكله فاش سالات قدمتها انا بهذه الطريقه، قدمتها مع الرز. ممكن نتوما تقدموها باي حاجه تتعجبكم. تنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله.